ما يعيش ربي يشوف دمعة فرحة في عيون الناس تكفي تشوف كي تمد يدك ربي يزيدك كل دعوة تذكر ترجع لك وتزيد ترفادك. حاجه قصني بزاف ما نقدرش ننساها، مستحيل نقدر ننسى عبد الرؤوف. عبد الرؤوف طفل عانى بزاف. عبد الرؤوف كل هموم الدنيا اللي طيح عليك تنساها في اللحظه هذه، كل مشاكلك تنساهم في هذيك اللحظه. حنا نشوف بوشون حنا نرموه، ولكن بوشون نقدروا نعاونوا به اطفال. وين كانوا هما جايين ويقولوا هل يا ترى خلينا ندخلوا، وبعد ما جوزوا هذيك الامسيه وفرحوا ولعبوا وضحكوا رايحين ويقولوا يا هل راح نعاودوا نولوا. لما يكون عندك فرد من العائله من ذوي الاحتياجات الخاصه راح تكون تحس بهذه الفئه. الموقف بكاني هو فقدان عبد الرؤوف ربي يرحمه. كل خرجه تشوف الابتسامه المرسومه على وجه الاطفال هذوما، هذا يعاود يرجع لك الامل. لو عاد بي الزمن ليس مره وليس مرتين وليس ثلاث سابقى في المجال التطوعي. العمل الخيري في الجزائر طرقه كثيره ومتنوعه، وحاضر معنا نهار اليوم في هذه الحلقه من عيشها خير منير بوديسة، احد رواد وصناع جمعيه جامعي السعاده الخيريه. تحبوا تكتشفوا كيفاش وعلاش وتفاصيل خاصه بقصه منير؟ ابقوا معنا. خيرك ما يضيع شر تخافيش يكبر في العالم ويكبر في قلبي عليك نعيش. خلي يدك ديما ممدودة الخير يبقى وسمعتك بين العباد مشدودة. السلام عليكم. نشكرك خويا توفيق على الاستضافه. منير بوديسة. منير بوديسة هو شاب جزائري، مهندس دولة في الإلكترونيك، هاوي الحياة البرية والتصوير الفوتوغرافي بصفة عامة، ونشط في المجال الخيري. العمل الخيري هو نقدر نقولوا فطرة، لأنه أول مبادرة تاع عمل تطوعي كانت في 2004 2005، وين كنت أستاذ متطوع الأقسام النهائي مادة الفيزياء والكيمياء. الحمد لله كانوا عامين على التوالي، وين الحمد لله ساعدنا وقمنا بمساعدة طلبة في اجتياز شهادة البكالوريا. هذا كان في 2004 2005. ومجال التطوعي في المجال الإنساني والخيري من 2018. السبة اللي خلاتني أو ندخل في المجال الخيري هذا، نقدر نقوله هو العمل الخيري مغروس فينا. أيضا لما يكون عندك فرد من العائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة راح تكون تحس بهذه الفئة. وفي 2018 تعرفت طفل من ذوي الأمراض النادرة اللي هو عبد الرؤوف ربي يرحمه، وهذا كان الحافز، نقدر نقوله الحافز الأكبر اللي خلاني ندخل في مجال العمل الخيري ومساعدة الأطفال المرضى بصفة خاصة. خيرك ما يعيش ربي يشوف دمعة فرحة في عيون الناس تكفي تشوف كي تمد يدك ربي يزيدك كل دعوة تذكر ترجع لك وتزيد ترفادك. أبرز النشاطات عاشها منير بوديسة كمتطوع حر وكرئيس جمعية هي الخرجات الليلية اللي نقوم بها مع الأطفال المرضى بصفة عامة. وكل خرجة تشوف الابتسامة المرسومة على وجه الأطفال هذوما، هذا يعاود يرجع لك الأمل. أيضا القوافل الإنسانية اللي درناها بعض مناطق الوطن. احنا عندنا أطفال مصابين بأمراض نادرة، عندنا أطفال ما يحملوش أشعة الشمس، لازم نجهزوا لهم الأقسام تاعهم. كي نروحوا نجهزوا القسم نجهزوا عن شغف، تستنى غير وقت الطفل هذاك يقدر يجي ويقرا في القسم هذايا، وما تقدرش تعرف غدوه من ذاك هذا الطفل واش راح يكون للجزائر، واش راح يمد للجزائر. خيرك ما يضيعش امين يا ربي، كل بسمة ترجع لك في قلوب تحبي، كي تداوي جرح وتخبي وجعك ربي عالم بيك ويجري في سباقك. أكثر موقف أثر فيا كمتطوع وكعامل في المجال التطوعي هي الخرجة اللي درناها في مصر غانم، وين قدرنا نجمعوا أطفال قمر من
4 أو 5 ولايات من الغرب الجزائري. كانوا كاين اطفال اللي عمرهم ما خرجوا نقدروا نقولوا من المنطقه تاعهم او من القريه تاعهم، عمرهم ما شافوا ماناج. وين كانوا هما جايين ويقولوا هل يا ترى راح خلينا ندخلوا، وبعد ما جوزوا هذيك الامسيه وفرحوا ولعبوا وضحكوا رايحين ويقولوا يا هل ترى راح نعاودوا نولوا، احنا نعاودوا المره جايه مره ثانيه لهذه المنطقه ولا لهذا المكان وين نعاودوا نجوزوا دي مومون هكا تاع فرحه. خيرك ما يعيش ربي يشوف، دمعة فرحة في عيون الناس تكفي تشوف، كي تمد يدك ربي يزيدك. أكثر موقف بكاني هو فقدان عبد الرؤوف ربي يرحمه. عبد الرؤوف طفل فراشة وين كنت أنايا ندير حملة توعية تحسيس، كنت في حسين مسعود، تلقيت الخبر تاع الوفاة تاعو. كنت ندير حملة توعية وتحسيس مع عمال شركة وطنية. هضرت عليه صباح على 11، وفي العشية هذيك اتصلت بي الأم تاعو وقالت لي بلغت لي الوفاة تاع عبد الرؤوف. حاجة اللي ما نقدرش ننساها إنه كنت غايب، ما نقدرش نحضر الجنازة تاعو في هذوك اليومين. حاجة قصني بزاف، ما نقدرش ننساها، مستحيل نقدر ننسى عبد الرؤوف. عبد الرؤوف طفل عانى بزاف عبد الرؤوف، وتشوف الصبر عند الوالدة تاعو وعند الأب تاعو، عمري ما نقدر ننسى عبد الرؤوف. خيرك ما يضيع شر تخافيش، يكبر في العالم ويكبر في قلبي عليك نعيش، خلي يدك ديما ممدودة، الخير يبقى وسمعتك بين من الأطفال المرضى اللي يقدموا المساعدات تعلمت بزاف حوايج. وين تشوف طفل مصاب بمرض نادر يعاني، مصاب بسرطان، ولكن تلقاه يضحك وفرحان وحامد ربي على هذه الحاجة، يقول لك الحمد لله. فهذه الحاجة تنسى كلش، كل هموم الدنيا اللي يطيح عليك تنساها في اللحظة هذه، كل مشاكلك تنساهم في هذيك اللحظة. عمل تطوعي يعلمك بزاف أشياء. أهم شيء هو الصبر على الابتلاء، الصبر على المرض أو على أي حاجة تصيبك. الحاجة الثانية هي القناعة. الجمعية تاعنا معروفة بشيء بسيط اللي هو جمع الأغطية البلاستيكية، بوشون. احنا نشوف بوشون احنا نرموه، ولكن البوشون نقدروا نعاونوا به أطفال. احنا الجمعية تاعنا جمعية جامعي السعادة الخيرية انطلقت بهذه المبادرة، هي جمع أغطية بلاستيكية، باش نشوفوا بلي حاجة بسيطة نصنع السعادة بحاجة صغيرة، تقدر ترسم ابتسامة على طفل، تقدر تفرح مريض، تقدر تفرح إنسان معوز. وكل واحد فينا عنده البذرة. الجزائري معروف بفعل الخير، وربي يقدرنا إن شاء الله. يمكن اليوم تعبتي من الناس، كي تشوفي الغدار يطلع لفوق ويراس، بس ربي كاتب ميزان الحق، وكل خير درتي يرجع. لو عاد بي الزمن ليس مرة وليس مرتين وليس 3، سأبقى في مجال التطوعي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى إن شاء الله نلاقي الله عز وجل. نبقى على المجال هذا، وإن شاء الله نغرسوا هذه الحاجة في الأجيال اللي مورانا وفي أبنائنا. العائلة الثانية نشكر كل جامعي السعادة أينما كانوا في كل التراب الوطني، كل واحد راه يجمع في السعادة للأطفال من أجل مساعدة الأطفال. أنا نقول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة وربي يجازيكم كل خير، وواصلوا على هذا المنهاج حتى أنت تقدر لها إذا أخلصت النية. ونقولوا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتيكم خيرا. خيرك ما يضيع شر تخافيش، يكبر في العالم ويكبر في قلبي عليك نعيش، خلي يدك ديما ممدودة، الخير يبقى وسمعتك بين العباد مشدود. خيرك ما يضيع شر تخافيش، يكبر في العالم ويكبر في قلبي عليك نعيش، خلي يدك ديما ممدودة، الخير يبقى وسمعتك بين العباد مشدود. بطل قصتنا لها اليوم من عيشها خير عنوانها منير بوديسة. هكذا أراد أن يصنع السعادة مع فريقه الخيري جمعية جامعي السعادة الخيرية. من لا شيء صنع السعادة، من لا شيء أعطى الأمل، خاصة للأطفال
المصابين بأمراض النادرة. كل واحد فينا كيفاش يقوم بالعمل الخيري تاعو، كل واحد فينا كيفاش يضحي بوقته وماله وجهده من أجل إسعاد الناس اللي يحتاجوها. عرفتوا على قصة منير، وانتم واش راكم تستناو؟ تلاقوا في عدد جديد إن شاء الله من عيشها خير. سلام.